في الحلقة دي هقولك على أشخاص سلبية غير متوقعين. اجري بعيد عنهم، احنا مش ناقصين يا جدع. أنا كنت اتكلمت قبل كده في فيديو عن ازاي تتعامل مع الأشخاص السلبية، والحلقة كان عنوانها حافظ على نفسيتك، ازاي تتعامل مع الأشخاص السلبية. تقدر تروح تشوف الفيديو ده وترجع تكمل الفيديو ده، يعني ممكن تعتبر الفيديو ده الجزء التاني. وأول شخص معانا من الأشخاص الغير متوقعة هو الشخص الاستثنائي. طول الوقت شايف إن مشاكله استثنائية، مفيش زيها. ممكن يقعد يديك مبررات إن هو هيفضل في الحالة دي طول الوقت. ما بيفكرش إن كل مشكلة وليها حل، وإزاي يعدي من المواقف والأزمات والمشاكل اللي هو فيها دي. يقعد يقولك أنا حواليا ظروف استثنائية، ظروف وحشة، أشخاص أنت ما شفتش زيهم، مشاكل كتير أنت ما شفتش زيها ولا عمرك هتشوف زيها. فدايما حابب الوضع اللي هو فيه ده، عمره أبدا ما يفكر إزاي يطلع منه. من جواه بيبقى حابب ومستمتع بدور الضحية وإن هو مشاكله استثنائية، ولا حتى عايز يحاول إنه يطلع من الوضع ده. تاني شخص انت ما تتوقعهوش وهو الشخص الدرويش، اللي طول الوقت بيقول يا رب انا طمعان في محبتك، خد مني كل حاجة واديني محبتك. دايما بتلاقيه عايش في ظروف مادية وحشة، صحته مش حلوة، مش لاقي ياكل، عايش في مكان مش حلو، ودايما بتحصل له كوارث ومشاكل زي جرس انذار كده هو بالظبط. لو ما انتبهش وحاول يصلح من وضعه ده هيبقى أسوأ وأسوأ وممكن يموت. دايما كده بتحسه زاهد، دايما ما عندوش لا أهداف ولا بيهتم بالماديات. ما يحبش مثلا يجيب لبس، دايما بتلاقيه زاهد في الحياة. ما بيهتمش بلبسه، ما بيهتمش ان هو ياكل اكل صحي، مش بيهتم ان هو يحط اهداف ويكون ناجح في الحياة، ولا حتى ان هو يبقى غني. مش بيهتم انه يخلي حياته اجمل واجمل، ولا يحسن علاقاته مع الناس. فده من اخطر الاشخاص الغير متوقعة، من اخطر الاشخاص السلبية. تالت شخص من الأشخاص الغير متوقعة وهو الشخص اللي رافض للواقع اللي حواليه. طول الوقت مش بيعجبه أي حاجة، طول الوقت بيتذمر وبيشتكي، مش حابب أي حاجة. دايما لو جاتله حاجة كويسة بيبقى دايما طمعان في أكتر من كده. عمره ما بيحس بالرضا ولا السعادة أبدا، ودايما بيحط نفسه في مشاكل وبيضيع من نفسه حاجات كتير بسبب انه بياخد طبعا قرارات غلط نتيجة تسرعه وتذمره وانه عمال يشتكي. الشخص فعلا اللي بيكون راضي بيبقى راضي بالحاجة، وعارف ان هو يقدر يوصل للأحسن من كده واحدة واحدة وبهدوء. ده الشخص اللي مستحق فعلا، اللي احنا بنقدر نقول عليه مستحق. رابع شخص والأخير واللي غير متوقع أصلا، هو دايما الشخص اللي عايش على أمل ان هو يستنى، على أمل الانتظار. كأن دوره في الحياة بالظبط هو الانتظار يعني. الأشخاص السلبية دول بجد يعني. طيب هحاول أكمل. مش عارف أكمل. خلاص خلاص هحاول أمسك نفسي وأكمل، هحاول أمسك نفسي وأكمل. الانتظار ده خلي بالك من أخطر المشاعر السلبية اللي ممكن تعدي على الواحد. طول الوقت مستني الشغل يجي لحد عنده، أحسن شغل يجي لحد عنده. طول الوقت مستني أحلى عربية تيجي عنده، أحسن بيت يجي عنده، أحسن هدف يجيله. طول الوقت معلق كل حاجة في حياته ومستني لحظة معينة تجيله علشان خاطر يكون سعيد. دايما طول الوقت بيأجل كل حاجة لحد ما اللحظة المعينة تيجي علشان خاطر يكون سعيد ومبسوط وفرحان. ولعلمك في كرتون اتكلم عن الموضوع ده. كان الشخص في الكرتون مستني يوم معين هيحقق فيه هدف هيغير حياته، ولقاه يوم عادي جدا جدا ما فيهوش أي جديد. بعد ما جه اليوم ده لقى يوم عادي جدا، لقى ان الخروجة وان هو يتمشى يشم شوية هوا وياكل اكلته المفضلة، لقى يعني ان اللحظات البسيطة دي ليها طعم وسعادة
اكتر من الوقت اللي هو كان مستنيه. فشفت. الكرتون بالمناسبة اسمه سول، والكرتون ده بيناقش الفكرة اللي انا اتكلمت عنها دلوقتي، وهي الانتظار. وخلي بالك زي ما قلتلك قبل كده، الحياة لما تحب تفرفش وتضحك وتهزر معاك بتظهر لك على شكل أشخاص سلبية. يعني الأشخاص السلبية دي من أكتر الناس حرفيا اللي بتضحكني. يعني تحسهم كده فيلم سينمائي بحاله. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة. سلام.